زودوه شويه في الفلوس، فقلت لهم زودوه. الولد ده ولد مؤدب. ما عنديش مشكله، اصل انا برضه عمال اقرا يقول لك الصفعه والصفقه والكلام العبيط اللي بيتقال دون. ما هو مش انبي بعد جواب للزمالك يتحايل عليه ياخده. خلاص خد بقى المفاجاه ان محمد عبد الوهاب من 10 ايام عضو مجلس اداره النادي الاهلي صديقي العزيز قال لي انتوا عايزينه؟ قلت له لا مش هاخد المبلغ ده. عايز تخش يا محمد في صفقه خش، وسالوا محمد عايز تطلبوا محمد خش يا محمد، لو انت عايز تشتروه اشتروه ما عنديش مشكله. لانه انا ما اقدرش ادفع في مؤمن 9 مليون وادي له 3 12 مليون، ده انا فرتك الفريق. وخاصه ال 4 مليون اللي شويه اللي بيطالب بيهم الاستاذ ماجد نجاتي اللي هيخش النيابه العامه هتحقق معاه. لانه لما ترفض 7 عشان تاخد 5 لا يبقى في مصلحه مع علاء عبد الصادق ومع الاخ اللي اسمه القيعي. انا عرضت عليك 7 ال 3750 تقريبا اللي انت فشلت تاخدهم ورفعت قضيه على ممدوح عباس وخسرتها، وانا قلت لك انت خسرتها خسرها في الاستئناف، فعشان تاخدهم مني تاني ارفع عليا قضيه اسمها دعوه مطالبه. انت خسرت الشيكات، ارفع دعوه مطالبه وحكم اول درجه هحدهم لك. انما لو جيت انا دلوقتي وانت خسران القضيه يقول لك خد 3 مليون 750 يبقى انا راجل بهدر المال العام. ادي واحد. 2 عايز اقول للعيال اللي عمال تقول لك العيال اللي بيكتبوا صفعه وصفقه والكلام دون، اسالوا محمد عبد الوهاب مين اللي اذن له يخش في الصفقه؟ انا. كلام واضح وعايز تطلبوا محمد عبد الوهاب. فلا صفقه على صفقه، انا ما اقدرش ادفع في لاعب 9 مليون جنيه واخد بالك لناديه ودي له هو 3 يبقى 12. ال 12 دول يغطوا لي ال 25 لاعب اللي المستحقات بتاعهم في يناير اديها لهم ان شاء الله. اللي بقى بيكتب النادي مفلس وما فيهوش فلوس، لان النادي عندي تقريبا دلوقتي فيه 18 19 مليون. خلي بالك. مؤمن زكريا بقى يعني اخيرا مكمل في نادي الزمالك ولا سمحتوا ليه خلاص انه يرحل للنادي؟ لا هو ما انا قلت لك من الاول، انا قلت لمحمد خش لو عايز تخش في الصف بس بشرط تبقى صفقه قانونيه. اللي حصل ده غير قانوني يا احمد يا مجاهد. وهعمل لك مفاجاه، مصر كلها هتضحك على الراجل رئيس لجنه شؤون اللاعبين اللي عمال يطلع جوابات غلط. مؤمن النهارده اللي اتباع من الانبي للاهلي ملك نادي الزمالك وعلى مسؤوليتي. النهارده وبكره وبعده مؤمن ملك وبعده اقول لك بعده كتير. رغم ان المهندس احمد مجاهد بعت لنادي الزمالك جواب بالغاء اعاره مؤمن وعودته لنادي انبي، بيطالبوا انه يرجع للنادي انبي تاني. هو حضرتك مش فيه عقود؟ طيب خلاص مش هتكلم اكتر من كده، انا راجل قانون. مؤمن دلوقتي انا عندي قائمه 25 مش كده؟ اقدر اخليها 26. احمد مجاهد خلاها 26. قائمه انبي مقفوله ب 25. ازاي بتأيد واحد يبقى 26 يا احمد؟ هو ايه الفساد ده؟ يعني هو من حق نادي انبي للاعبه ان هو يقيد لاعبه مؤمن زكريا كواحد من ضمن ال 25، ما ينفعش انه يعتبره كمعار او خلافه. فين؟ هات لي نص في اللائحه اتحاد دولي او اتحاد مصري او اتحاد الكسكسي او اتحاد البتنجان واخد بالك يقول لك ان في 25 لاعب ممكن اخليهم 26 لاعب. ازاي يعني؟ معار يعني. دلوقتي افرض انا محمد عبد الشافي ده معار، خلاص انا اقدر، هو معار اهو، انا اقدر ايد لاعب مكانه؟ اقدر؟ يبقى كام لاعب احنا كده؟ طيب احنا عارفين فعلا او عرفنا ان مؤمن زكريا بخطأ سواء من الاتحاد او من النادي انبي، مؤمن زكريا غير مقيد في سجلات انبي. اي حد هيأيده يبقى فاسد وقبض. اذا مؤمن زكريا هيكمل في الزمالك ببلاش؟ لا انا ما برضه لا، انا ما يهمنيش مؤمن على فكره، هو لاعب مؤدب وبس فانيله الزمالك وبعدين بس جزمه الاهلي، ده كل اللي ما بيهمنيش الكلام ده كله واخد بالك. ده لاعب محترف. انا كان ليا وجهه نظر المدير الفني ما يسمعهاش. كان ليا وجهه نظر المدير الفني ما يسمعهاش. خلاص انت عندك 2 لعيبه، واحد معار وممكن يمشي في اي وقت، ولا لاعب عندك يقعد 5 سنين الاعب مين؟ اللي ممكن يمشي في اي وقت العبه في كل المطوشه واخليه يتالق ويجيب اجوان ويرفع سعره 5 مليون ولا اخلي واحد زي ايمن حفني بيلعب مكانه ولا مصطفى فتحي بيلعب مكانه؟ ده العقل والمنطق بيقول كده. عشان بس وده دليل احنا ما بندخلش، انا قلت رايي. مؤمن ما يلعبش ال5 6 مطوشه دول لغايه ما نخلص موضوعه، لان كل ما يجيب جون سعره ايه؟ بيعلى. هو بيجيب جون على حساب مين؟ على حساب مصطفى فتحي اللي انت معاده
بيصدق. لكن دي وجهه نظر راجل مدير فني انا احترمتها، ده ليه ما بتدخلش، بس قلت رايي لان ده راي اداري مش راي فني. تمام. نفس القصه عمر جابر. عمر جابر مش هيوقع، اعتقد هو خد درس من مؤمن. اعتقد العقل يقول لك ما انا برضو مش هقعد اعلي سعره للناس، يعني انا كده كاني بربي واحد لغيري. تمام. فانا بقول اهو مؤمن اللحظه اللي بيكلمني فيها دي ملك نادي الزمالك، وبكره وبعده بقول تاني ملك نادي الزمالك. بقول لاحمد مجاز انا كلمتك امبارح ابعد لان في فساد تاني، ابعد في فساد. انت النهارده انا معايا جواب رسمي دلوقتي انه قائمه الانبي مقفوله ومؤمن مش مقيد فيها. تمام. خلاص الجواب شايله في جيبي خلاص. وخد المفاجاه الثانيه، لا مش هقولها، لا مش هقولها، مش هقولها. عايز اقول لهم اتعلموا القانون وتعلموا تحترموا اللوائح، اتعلموا القانون وتعلموا تحترموا اللوائح. ينفع لاعب عقده ساري يمضي في نادي تاني؟ خلاص. طيب عايز اقول لاحمد مجاهد ابعد، الريحه فاحت تاني، الريحه فاحت. ماجد نجاتي كان في مكالمه النهارده بيني والسيد وزير البترول، انا سالت سؤال واضح، 5 اكتر ولا 7؟ يعني 5 مليون اكبر ولا 7 مليون؟ قال لي طبعا 7. قلت له الاستاذ اللي عندك؟ قال لا انا عايز ال5. لانه لما هو يبيعه لاي حد، طبعا مع احترامي للنادي الاهلي مش مشكله، النادي الاهلي مش طرف. انا قلت لك محمد عبد الوهاب، قلت له اتفضل. ده جميل. بالعكس كان معايا امبارح وباركت له خلاص، بس بالقانون. محدش هيلوي دراع نادي الزمالك وهياخد حاجه غصب عنه. انا سالت وزير البترول راجل محترم في مكالمه تليفونيه، الراجل اتصل بيا النهارده وكان عنده مجلس وزراء في فتره استراحه، سالته سؤال واضح، 5 ولا 7؟ قال لي لا طبعا ال7. قلت له لا ماجد عمل لهم ال5، لان اولا ال 3 مليون 750 مش هياخدهم خلاص، لانه رفع قضيه قبل كده على النادي وخسرهم في الاستئناف، فدول ضاعوا منه، احنا كنا هنحييهم له. وانا قلت له يا استاذ ماجد انا هدفع 5 وال3 750 ارفع عليا قضيه جديده لان خسرت الاولانيه، ارفع عليا قضيه ومن اول درجه لو كسبتهم انا هديهم لك. لكن انا اديتهم لك كده وانت خسران من غير حكم محكمه يبقى انا بهدر مال عام. لكن هو طبعا ماجد نجاتي عيط لما علاء عبد الصادق مشي من انبي وقعد يلطم ويقدم استقالته، خد على مسؤوليتي انا. ماجد نجاتي جايب الاخ قيعي مدير النادي بتاع سبورت اللي عندهم ده، واخد بالك؟ فكل ده برضو يعني عايز اقول عيب يا ماجد. مستشار انا عايز اخدك لنقطه ثانيه. لا عايز اقول له عيب. اللاعب زي ما قلت تاني، كل الصحفيين اللي كتبوا للاسف هو صفعه. طب هو بعت لي قال لي اديني 9 مليون وتحايل عليا. لا انا ال 9 مليون و3 اللي يقعد ياخدهم 12 مليون دول زي ما قلت لك اسدد في يناير كل مستحقات اللعيبه. ومع احترامي المؤمن، احترامي ليه، لاعب مؤدب ومحترم، بس بقى له 2 سنين بيلعب في الزمالك. عمل ايه؟ وقبل كده في اعتقد كان في المصري باين او لف كذا نادي. تمام. عمل ايه؟ انما لما جبت له 17 لاعب بيخدموا عليه في الملعب بان مؤمن يا مؤمن، واخد بالك؟ لما جبنا له لعيبه مستواهم مرتفع سواء في الدفاع زي علي جبر وكوفي ودويدار وخالد، انا عايز اقول هم اللي خدموا عليه. ما هو كان موجود في النادي ما كانش بيجيب ولا جون، واخد بالك؟ لكن كون ان اللاعب يمضي عندي ويمشي من عندي يروح يمضي في الاهلي، ما اعتقدش، رايي الشخصي، انه يستحق يلبس فانيله نادي الزمالك ولا يستحق يلبس فانيله النادي الاهلي. لانك انت النهارده خلاص عايز الزمالك ما تمديش في الاهلي، عايز الاهلي ما تمديش في الزمالك. وبعدين لما انت راجل عايز تروح تمضي في الاهلي، انت كلمتني في التليفون وقلت لي خليهم يزودوني شويه، فقلت لهم ما فيش مشكله. انا بعمل كده مع معظم اللعيبه، الحاجات بتبقى فروق صغيره ومش محتاج تقفل تليفونك وتستخبى انت والوكيل بتاعك. انت لغايه اللحظه دي يا مؤمن لاعب في نادي الزمالك، واللي حصل ده في اتحاد الكوره يا احمد يا مجاد بيسموه تزوير. عارف ليه بقى؟ لان مؤمن عندي وعقده ساري لسه دلوقتي عندي. انا مستشار بالتاكيد بنعزيك ونعزي نادي الزمالك على رحيل النجم الشاب يوسف محي بالتاكيد. الله يرحمه. وكعادتك عودتنا دايما انك ما بتسيبش ابنائك حتى يعني ذكراهم وروحهم العطره. اولا احنا بنشوف مكان دلوقتي هنطلق عليه اسم الشهيد يوسف، ويمكن انا قلت قبل كده انه لحظه وفاته انا كان معايا احمد مرتضى، اعتقد معايا المهندس هاني زاده، فقلت لهم هم اللعيبه اللي تم عرضهم في اتحاد اسكندريه اسمائهم ايه؟ فقالوا لي لا من اشبال يعني، قالوا لي فلان وفلان. قلت لهم بعتوا بكره هاتوهم، احنا محتاجين كل لاعب. انا بقول الكلام ده والحادثه بتحصل، والحادثه بتحصل.
فالله يرحمه احنا عاملين له